في نوعين من الناس هقول لك عليهم عشان تاخد بالك كويس قوي. انا واحد من الناس اهم حاجه في الحياه بالنسبه لي الراحه النفسيه اللي بيني وبين الناس اللي بتعامل معاها، لان متخيل ان مفيش حاجه في الدنيا تستاهل ان احنا ننكد على بعض ونضايق بعض، هي فانيه من الاخر. ففي ناس لما باجي اشتغل معاهم او اتصاحب عليهم وبتاع باخد بالي من الصفه دي وابتدي ابعد شويه، وناس تانية لما اشوف عندهم الحاجه دي بقرب منهم جدا. طب ايه الحاجه اللي انا ببعد منها؟ في اشخاص دايما حاسس ان في حاجه فاتته. يعني مثلا يجي يسأل على شغل فيطلبوا منه رقم فيقول لهم رقم فيوافقوا، المفروض كده يتبسط يقول لك ايه، بس يا لو كنت طلبت اكتر كانوا ممكن يدوني اكتر. على فكره بما انهم وافقوا على الرقم اللي انا قلته كانوا ممكن يدوني زياده، انا كده فاتني ان انا ممكن اخد زياده. رغم ان من ناحيه تانية هو المفروض يبص انه ده الحمد، ده انا اللي انا كنت عايزه خدته من غير لا جدال ولا حوارات، طب الحمد لله. وفي نوع تاني، والناس دي بقى هتلاقيهم ليهم دايما تكمله، يعني مثلا تروح تحضروا ايفنت ولا تحضروا شغل تخرجوا ولا بتاع، يخرج يقول لك اه بس لو الاكل كان فيه كذا، اه بس لو مش دايما هو ناسي اي حاجه حلوه حصلت او اي حاجه كان عايزها ومركز على الحاجه اللي فاتته. النوع التاني تلاقيه دايما يقول لك ايه، الحمد لله ربنا استرها، ده الواحد خد اكتر من اللي كان نفسه فيه، دايما مركز على ان الحمد لله انا خدت حاجه، ومش زعلان ان انا فاتني ومش حاسس ان هو فاته حاجه. الناس دي تقرب منها، الناس دي مريح، هتخرج معاهم خروجه هتلاقيه دايما مركز على الحاجات الحلوه بتحصل ومش مركز على الحاجات الوحشه، فيخلي مودك حلو لان هو كمان بيساعدك ان انت تشوف الحلو وما تشوفش الوحش. ومع الوقت الصديق بيعدي، يا اما هتلاقي نفسك قاعد حاسس ان فايتك حاجه طول الوقت زي ده، يا اما هتبقى حاسس ان انت مليان وغرقان في الكرم زي التاني. فشوف انت عايز صاحب مين وقرب منه. سلام عليكم.